سيف التهامي ما كانش مسلم واسلم، ايه الحكايه؟ صح، حكايه سريعا. انا اتولدت من عيله نصرانيه متدينه. تدرجت كده في الكنيسه اللي وصلت ان انا ابقى شماس يعني. وكنت من الناس اللي يعني اللي بيقولوا مزقوقين كده على كل حاجه فيها دين. دايما كنت تواجدي في الكنيسه يعني. كنت قارئ للانجيل بطريقه كبيره جدا لحد ما اكاد اكون حفظته كله. هو انا في ثانيه ثانوي، انا كان عندي حوالي 16 سنه. وقفت شويه مع معاني الالوهيه في الانجيل. في الانجيل في ايات بتقال يعني وانت بتقراها ابن الله، المسيح ابن الله، والمسيح هو الله. فوقفت قدام المعنى ده شويه كتير، هل المسيح هو الله ولا المسيح هو ابن الله؟ وقعدت اقرا شويه ابحث في فكره الناسوت واللاهوت، وان المسيح نصفه انسان ونصفه اله. طب ولما صلب بانهي صفه؟ هل صلب بصفه الالوهيه؟ طب ازاي ان البشر هم اللي صلبوا المسيح وهو اله عظيم؟ طب لما كان قاعد على جبل الزيتون وبيبكي، كان بيبكي لمن؟ لو هو الله فبيبكي لمن؟ طب وربنا سبحانه وتعالى يعني وحاشاه انه لو تجسد في صوره انسان ونزل على الارض، طب ايه السماء فاضيه؟ طب الناس لما تحب تدعي ترفع ايديها لمين؟ كنت لسه صغير، وكانت المعاني دي بالنسبه لي عماله تتردد على اسئله كتيره جدا جدا، وكلها كان مجرد اسئله بدون اي ما حد يفتح لي حتى مدارك عقلي هي الاسئله دي موجوده ليه؟ هي فجاه الاسئله دي كلها ظهرت، وبدات ابحث بقوه في مساله الالوهيه ومساله الناسوت واللاهوت، واروح للقساوسه اسالهم. وللاسف ما كنتش بلاقي اجابه شافيه يعني تشفي الاضطراب اللي جوايا ما بين فكره هل المسيح هو اله ولا انسان، ولا هو مجرد نبي من الانبياء اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتعثهم على مدار السنين يعني. ففي يوم من الايام اخذت قرار من نفسي ان انا بالنسبه لي المسيح هو نبي، وهو ليس الا نبي ابتعثه الله برساله الى الامه اللي احنا عايشين فيها. وكل الكلام ده كان بعيدا تماما عن الاسلام، ما كنتش لسه قريت اي حاجه في الاسلام يعني. واخدت القرار ان انا هبدا لما اقرا الانجيل هقرا منه الاجزاء اللي هتيجي فيها كلمه ربنا يسوع المسيح بالنص، هشيل كلمه ربنا. ولدرجه ان انا الكتاب المقدس بتاعي اللي هو ان انا امتلكه في بيتي يعني، بدات امسح عليه كلمه ربنا دي، جبت قلم وبدات امسح على كلمه ربنا تماما. وكنت لسه على دين النصرانيه والمسيحيه، تماما ما لسه تماما وشماس. وانا كنت كمان يعني مؤهل ان انا ابقى قسيس في الكنيسه، ما كانش في دماغي بقى لا دراسه ولا الكلام ده يعني. كان بالنسبه لي انا اخش كليه لاهوت وابقى قسيس، ده كان التدرج الطبيعي يعني. فما كانش في دماغي خالص مساله الاسلام. وجيت اليوم ده بدات امسح زي ما قلت لك كلمه ربنا يسوع المسيح من الانجيل. وفي يوم حد من الايام القداس، وانا بقرا الانجيل على الشعب كما يسمونه يعني في القداس الناس اللي قاعده، بقيت مضطرب نفسيا من جوايا انا هقرا اقول ايه؟ يعني لو جت كلمه ربنا يسوع المسيح انا هعمل ايه؟ هل هقول ربنا يسوع المسيح واخالف اللي انا وصلت له بنفسي، ولا هقول يسوع المسيح وخلاص بقى واللي يحصل يحصل؟ فقلت لا، بما ان انا هقرا على الناس والقسيس قاعد، فانا هقرا زي ما اللي موجود في الكتاب المقدس. وبدات اقرا فعلا، وجيت عند كلمه ربنا يسوع المسيح، وسبحان الله يقبل لساني انه ينطق الكلمه يعني. وبدات اقرا كل ما تيجي ربنا يسوع المسيح اقرا يسوع المسيح، ربنا يسوع المسيح اقرا يسوع المسيح. فسبحان الله محدش لاحظ اصلا يعني، الناس اللي قاعده محدش فيهم لاحظ، لكن طبعا القسيس اللي قاعد معايا في القداس لاحظ، وكمان كان شايف ان انا بقالي فتره بسال اسئله كتير قوي. فبعد القداس جابني بقى، تعالى انت في ايه؟ يعني بقالك فتره بتسال اسئله كتير جدا، والنهارده يعني تعمدت ان انت تيجي كذا مره ربنا يسوع المسيح وتمسح كلمه ربنا تماما وتقول يسوع المسيح. ما كانش عندي اجابه قوي ساعتها، ان انا كنت خلاص وصلت اللحظه في حاجه، في صراع نفسي رهيب. فقلت له مفيش حاجه، انا بس محتاج ان انا ارتاح شويه. وسبحان الله اليوم ده قلت طيب ما اقرا بقى وافهم اكتر. فبدات اجيب كتب شيخ احمد ديدات، ده طبعا يعني ايه الخط اللي اي حد بيبدا منه يعني، ربنا يبارك له ورحمه الله عليه يعني، يتقبل منه. وبدات اقرا افهم المساله جدا. وبعدها بحوالي سنه جبت مصحف، وده كان اول مره رحت اشتريته من مكتبه جنبنا، وقررت ان انا افتح واقرا واشوف الكلام ده بيقولوا ايه يعني. عايز اقف هنا بقى، اقف. احساسك ايه وانت بتشتري المصحف، وانت اول مره تمسك مصحف وانت اصلا مش مسلم؟ احساسك وانت بتشتريه وماسك كتاب الله عز وجل القرآن الكريم في ايديك؟ بص انا كنت خايف جدا
يعني انا ما اعرفش ليه خايف، بس انا خايف، حاسس ان انا ماسك حاجه كبيره قوي، حاجه قيمه، قلقان اهلي يشوفوها، قلقان حد من صحابي يشوفني وانا راجع بيه من المكتبه ومخبيه، ومش عارف ده ايه، يعني مش عارف اللي جواه ايه، والكلام اللي جواه ده هيخاطبني ازاي، وهفهمه ولا مش هفهمه. انا كمان انا عارف ان القران صعب، يعني اسمع ان المسلمين بيروحوا يتعلموه، فانا هفهمه ولا مش هفهمه. فكانت المساله بالنسبه لي صعبه جدا، وليه رهبه سبحان الله، لحد ما قفلت على نفسي بالليل وفتحت المصحف عشان اقرا. طبعا انا ما اعرفش بقى افتح منين، افتح من الاول ولا افتح من الاخر، وما اعرفش الترتيب بقى، الفاتحه ولا اقرا سوره الاخلاص في الاخر والمعوذتين، انا ما اعرفش لسه اي حاجه. فتحت المصحف عليه؟ فتحت كده يعني، رحت ماسك المصحف كده، فتحته وقلت ايه، انا هقرا اللي يجي يعني. فسبحان الله فتحت المصحف على الآية وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. طب مين بقى عباد الرحمن؟ يعني إيه هونا أصلا؟ أنا مش فاهم أي حاجة، وعمال أقرأ الذين يبيتون ربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وسبحان الله بدأت أبكي، ومعاني كبيرة جدا ومش فاهمها، بس حاسس براحة شديدة يعني. فسبحان الله بقى بدأت أتعمق بقوة يعني في القراية، وبدات افهم القران اكتر. كان قرار طبعا مش سهل ان انت تاخده، خاصه وانت في سن صغير، مش سن كبير، واهلك وهتعمل مع اهلك وكده. الحمد لله ربنا من عليهم كلهم بفضل الله واسلموا يعني بعدها. وسبحان الله يعني هي جت من هنا، جت من الاصل يعني. القرآن والألوهية يعني جت من الأصل بقى. أنت يعني ما قعدتش تدور في حاجات بسيطة وتنبش فيها، لا أنت جبت الأصل. هو ربنا سبحانه وتعالى هو أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فدي لما خلصت الحمد لله ربنا شرح الصدر يعني.